جماعة أنا بعد لما جيت هنا وأنا في كوريا وشفت الناس دي اللي ماتت في الثورة الكورية سنة 1960، فعاملين لهم مقابر هنا، كل واحد عليه علم بلده، كلهم زي ما انتم شايفين كمية الناس اللي ماتت في الثورة الكورية. لو تشوفوا كده معايا كمية الناس اللي ماتت في الثورة الكورية دي، أنا عندي كلمة واحدة بس عايز أبلغها وعايز أقولها، لازم أقولها، يعني أنا جسمي أشعر كله لما شفت المنظر ده. إحنا إزاي يا جماعة في مصر لغاية دلوقتي الشهداء العظماء، الشهداء يعني يعني اللي مش عارف اقول ايه والله، اللي ضحوا بحياتهم وضحوا بانفسهم وضحوا بكل حاجه في الدنيا عشان خاطر مصر، بس عشان خاطر يعملوا لنا الثوره اللي هي يعني خلتنا يمكن نتنفس حريه، يمكن احنا لسه ما تنفسناش لغايه دلوقتي. بس يعني مش عارف اقول ايه، يعني انا عايز اقول ان هو اقل حاجه في الدنيا تعملها لهم ان احنا كنا المفروض نعمل لهم حاجه، حتى مقبره كده، يعني الناس ماتت المفروض ان احنا نعمل لهم مقبره على الاقل، يعني احتراما ان هو يبقى عليه علم مصر، مش زي ما احنا بننزل لهم وزي ما احنا ما اعرفش بنعمل ايه في اهالي الشهداء اللي عندنا. يعني مش عارف اقول ايه والله، يعني انا اللي عايز اوصله اللي عايز اوصله للناس في مصر ان احنا المفروض نتقي ربنا سبحانه وتعالى في الشهداء اللي ماتوا، في اهل الشهداء اللي ماتوا، يعني اقل حاجه، اقل واجب ان احنا نعمله لهم ان احنا نعمل لهم حاجه زي كده، ذكرى للناس. مش لازم دلوقتي، لو احنا يمكن ما خدوش حقهم دلوقتي، لكن عايزين احفادنا واحفاد احفادنا يشوفوا مقابر ويشوفوا حاجات زي كده، يحسوا قد ايه عظمه الناس دي لما ماتت، وعظمه الناس دي، وقد ايه هم ضحوا عشان خاطر مصر، ما استفادوش اي حاجه في حياتهم غير شاب زي في سني او اصغر مني. الناس ماتت عشان ايه في الاخر؟ عشان خاطر مصر تبقى حره. هو دي الحاجه الوحيده اللي هم عملوها، ما عملوش اي حاجه تانية في حياتهم غير ان هم ماتوا عشان كده، ما ماتوش عشان خاطر حاجه، ما ماتوش غير ان بس عشان مصر نفسهم تبقى حره. اتمنى يا رب يا رب يا رب يا رب من كل قلبي ان ربنا سبحانه وتعالى يرحمهم برحمته. يا رب يا رب يا رب مصر تستفيد من الثوره دي ونبقى حاجه كويسه بجد، بلد متطوره زي ما كوريا بقت كده، زي ما شفنا في حتت كتيره جدا بقت من بعد نكسه فظيعه الى نصر مبين. يا رب يا رب يا رب المصريين يبقوا احسن ناس في الدنيا، سبحان يعني كلها، يا رب يا رب يا رب يا رب. احمد حجاجوفيتش معاكم بيأزركم، يا رب ينصر الثوره المصريه، يا رب ينصر ويرحم كل شهداء الثوره، ربنا يرحمهم جميعا يا رب العالمين. من مقابر كوريا، شهداء كوريا اللي ماتوا في الحرب، اللي ماتوا في الثوره، من سول كوريا الجنوبيه، احمد حجاجوفيتش.